تعرف إن لما بندي أبونا ورقة مكتوب فيها اسم حد انتقل يحطها على المذبح ده ممكن يغير مصيره الأبدي؟ في الكنيسة الأرثوذكسية لما بنسلم أبونا ورقة فيها أسماء المنتقلين، هو بيحط الأسماء دي على المذبح أثناء رفع البخور في القداس. الموضوع مش مجرد ذكر اسم، دي شركة حقيقية في الصلاة. الكنيسة بتفتكر أولادها اللي سبقونا وتطلب من ربنا ينيح نفوسهم في فردوس النعيم حيث لا حزن ولا تنهد. ولما الاسم يتحط قدام الحمل على المذبح، ده معناه إن الشخص ده بيتذكر في أقدس لحظة وقت تحول القرابين لجسد ودم المسيح. الكنيسة كلها بتصلي عليه وبتعلن إيمانها إن المحبة أقوى من الموت، وإن أجسادنا راجعة تقوم في القيامة. في كل مرة بتكتب اسم حد راحل، أنت بتخلي الكنيسة كلها تصلي له، والمسيح نفسه بيبقى شايف اسمه على المذبح. لو انت وصلت لحد هنا والفيديو عجبك، أتمنى تقول لنا عاوز الموضوع الجاي عن ايه وتعمل شير.